بيسان ومحمود. مرحبا، كيفكم؟ شو الاخبار؟ اهلا فيكم في سلسله مكافحه الصراصي. مرحبا يا ربوع، كيفكم؟ شو الاخبار؟ كل الترند اليوم بكل المواقع هو بيسان وابراهيم، بيسان وماه، محمود واسماعيل، بيسان واسماعيل، بيسان ومحمود. القصة كثير أخذت مجرى غريب وعم تروح لأبعاد غريبة يا جماعة. تروح ما ظل حدا إلا ما عمل إشاعة وراح لجهة معينة. نحضر فيديوهات قصة يعني ما بدها، يعني ناس انفصلوا ما انفصلوا. ليش انتم عاملين الأمور كلها شيء؟ نحن لهالدرجة وقتنا فاضي نتابع كل اللحظات هي الدقيقة والحساسة عند العالم؟ ما في شيء رسمي، ما حدا طلع وحكى اي شيء منهم، اي شيء. حتى في ناس صارت تفبرك على الاي اي، تفبرك تسجيلات صوت إله وشي عملوه انه هو عقيم، شي هي ما بعرف شو بها، والله مش عارف. بعد ما قررت سارة مساعدة بيسان إنها تتركها وتسلك درب الشهرة، محمود ماهر اختفى عن الساحة. يعني بتربطوا الامور ببعضها ليش؟ ونحن هون لنكشف لكم ملابسات قضية سارة وقضية محمود. قديش مفهوم القضية بعيد عن هالشي وهالتفاهة. بيسان بتصور فيديوهات أحياناً مع الشغالة إنه يا يشوفوني أنا جود بيرسون. الشغالة حتى خدشيبي محمود بيهديها آيفون. وين بس؟ يا وحش. الشيء طبيعي عزيزي المشاهد. مش مصدقة. لا شو مغطط عيونها ومغطط وجهها خجلت. شيء طبيعي عزيزي المشاهد انه بعد كل هاد يصير في شوية متابعين عند الشغالة. طبعا حقها طبيعي. اي حدا بيفوت على الدائرة الضيقة لبيسان اسماعيل اسمه رح يعمل جدل. ضيقة. يا سلام. الشغالة سارة لما شافت المتابعين عندها صاروا كتار شوي، كبرت الخسة براسها وقررت انها تصير موديل. وحشي. اوه العكس صح. ممتاز. الناس علقوا على هالفيديو كالتالي: شو بدكن تبقى خدامة طول حياتها؟ راحت تشوف حياتها لساتها صغيرة. وبعدين بيسان ليه تخرج وتحكي عنها وتحرض الناس عليها وتعمل حالها ضحية؟ لا ايه، في وجهة نظر. يعني هي كمان حياتها وهي حرة، هي ما بدها تضلها يعني خدها. هي بدها تصير موديل، هي بدها تصير ممثلة افلام وممثلة مسلسلات، هي حرة. شو المشكلة يعني؟ وين المشكلة بغض النظر عن الاسلوب؟ يعني ليش بتحملوا الامور كثير زيادة عن اللزوم؟ هذا بيقدر يتحملها، لك حتى الشغالة تبعها تركتها. بلشت منها. القصة بلشت من لما صاروا بيسان ومحمود يظهروا كل واحد لحاله. هون المتابع الذكي انتبه انه الشباب مو لابسين المحابس. معناها في إلنا بالموضوع. مر أول يوم ومحمود مختفي. لا. وعلى تصاميم تاخد وتصاميم تجيب. الموضوع شاغل التيك توك حرفيا. صراحة ما ظل ولا حديث على التيك توك ولا أي شيء ولا أي منصة أو موقع إلا بيسان. حسب تحليلاتنا وملاحظتنا وتركيزنا بحياة غيرنا اكتشفنا في شوف غيره إنه أنا صابتني جلطة. اسم الفيديو رسميا انفصال بيسان اسماعيل ومحمود ماهر ورد فعل أنس شايف مسخر عليهم حيرجع. رسميا بيسان اسماعيل ومحمود ماهر يعلنون انفصالهم رسميا عن بعض. كمان مرة؟ لا يا زلمة لا. وكل واحد بيهم نزل على حسابه بالانستغرام يا حبايب شوية ستوريات يحكي بيها عن الانفصال. انتوا حدا فاهم عليكم؟ فرجع حط هذه الاغنيه يا حبايب ووضح انه يقصد بيسان اسماعيل انه هي بالحقيقه ما تحب، مجرد استغلت محمود ماهر بس على مود الترند. راح لكم لقطه تشوفوها. كل خاين يحب غيره، يمكن يخون وعود، يمكن يخون العهد، يمكن يتهنى ببعد. مع الوقت كله يهون، مع الوقت كله يهون. امان مع الوقت كله يهون. بس حبيت الاصغر منك رمال. عمرك لا تنسى انا لولاي انت ما كنت، انا لاجلك نعمل بلاء، بس انت لك ليش كنت انا. يا جماعة النهاية منزلة هذا ما بعرف شو اسمه. هو كان سابقا مرتبط ببيسان وهلا عم بقول لها حبيت الأصغر منها، عم بيقصد عن محمود.
أهلا بكم بقناتكم. محمود ينهار بالبث المباشر بعد انفصال بسان. صرخ رحمود والناس مصدومة من اللي صار. على حد علمي الزلمة مبسوط. الخير، كيفكم يا جماعة؟ شو الأخبار؟ والله يا جماعة الله سترنا. بتعرفوا شو صار هلأ؟ منيح وقفت سيارتي بدها تغيير زيت. يا الله. سيارته يا جماعة، سيارته مش بسان. هو هون عم يحكي عن سيارته. ليش العنوان الفاضي ما له أي معنى؟ صرخ رحمود ينهار بالبث المباشر. زلمة سيارته مخلصة زيت. ما بعرف شو العنوان فاضي. سرقت بيتي النصابة شهر وأنا بالشارع. قصة نفس قصة أنس شايب، ساعدوني. خرج عن صمته. أنس شايب خرج عن صمته، ساعدوني. وين اول ما طفش التليفون بوجهي. لا والله أنا بدي أحكي موضوع. يا جماعة بتعرفوا شو؟ إنه أنا هلا صاير مهمل كتير، لأنه بيتي خلال شهر لازم يصبوا ياخذوا. يا جماعة الزلم بده يسلم بيته. كاتبين على العنوان انه الزلمة سرق بيته، سرقت بيتي النصابي وانس شايب يخرج عن صمته. انس شايب مش مبين بالفيديو من الاساس. كثير زودوها كثير يا جماعة. الناس البشر هي اللي طالع هاي القصة ترند. يعني شغلة فاضي، والله شغلة فاضي مش محرزي. ما تطلعوها ترند. الناس فاضي عم تفوت تتفرج وتسأل وعن جد تركوا شو صار ووين التصريح ووين اللي صار، وانتبهوا للقصة بس من خاتم ايد. وحدوا الله وهدوا وخليكن عاديين هيك بكل رقي وتعاملوا. شو هالتفاهة هي؟ تفاهة نيوز هي. كنت معكم سليمان قنعان زعيم التاكسي.